إنها وليست القرية الوحيدة من قرى سهل الغاب التي أصيب أكثر سكانها بمرض اللشمانيا، فهذا المستنقع هو أحد الأسباب المؤدية إلى ظهور هذا المرض. أسباب انتشار مرض الأشمانيا في هذه البلدة هو وجود المستنقعات القريبة من المنازل، والتي تحوي نباتات تحتضن البعوض التي تسبب هذا المرض، وانتشار القمامة على أطراف هذه المستنقعات. إذ العمال والموظفين في مؤسسات النظام، مؤسسات النظافة عند النظام، بسبب انشقاقهم عن هذه المؤسسات أدى ذلك إلى تكاثر الجراثيم وتكاثر الأوبئة وتكاثر الأوساخ حول المستنقعات وحول القرى في سهل الغاب بشكل عام، وخاصة في قرية الحواش، مما سبب. فإن هذه الحالة ليست الحالة الوحيدة المصابة في هذه القرية، فهناك أطفال مصابون بهذه الحبة في أكثر منطقة من أجسامهم. هذه البلدة نحن متخصصون، أنا كرئيس مكتب طبي نحن متخصصون في علاج حالات الجرحى، ولكن كهذه حالة جديدة علينا وعلى اختصاصنا يعني في علاجه، والحالة تتفاقم علينا ولا حسب الإمكانيات القليلة الموجودة بين يدينا. كانت معكم عفراء الحموي من ريف حماة سهل الغاب قرية الحواش.